في دراسة اتعملت سنة 2012 في ألمانيا على 69 شخص. الباحثين قسموهم لمجموعتين. المجموعة الأولى حقنوهم بدواء وهمي ملوش أي تأثير معروف، والمجموعة التانية حقنوهم بهرمونات التوتر. بعد كده دخلوا المجموعتين يشاركوا في اختبارات، ولو نجحوا فيها ياخدوا مكافأة. وفي نفس الوقت عملوا مسح للمخ للناس المشاركين في المسابقة. ايه بقى اللي لقوه؟ المجموعة اللي أخدت دواء وهمي ظهر عندها نشاط صحي في منطقة المخ المسؤولة عن التفكير والتخطيط واتخاذات القرارات المنظمة، لكن المجموعة اللي أخدت هرمونات التوتر أظهرت خمول في الجزء ده المسؤول عن التفكير واتخاذ القرارات. الموضوع ده معناه إيه؟ معناه إن في أوقات الضغط النفسي والتوتر تركيزك على الحاجات المعقدة زي التفكير المنظم أو بناء عادة جديدة أو حتى مقاومة عادة قديمة بيكون ضعيف جدا. والأسوأ من كده الجزء المسؤول عن السلوكيات المترسخة عندك زي العادات الإدمانية بيزيد نشاطه، وده بيخلي مقاومتها صعبة جدا. ببساطة جسمك في الوقت ده بيشتغل ضدك.